جورناليست قال لك سو كخوا جورناليست. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على المشكل ديال باطمه مع راجلها والمشكل ديال طوطو مع التيجيني والوضعيه ديالو امام القضاء. رجع اين باطمه واين طوطو؟ الا كنتي دخلتي على قبل هذا الشيء من الاحسن هي تخرج بلا ما تكمل الفيديو. انا نتسناك تخرج باش نكملوا الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا عمري قلت هاد الهضره هادي في البدايه ديال الفيديو، ولكن هاد الفيديو هذا بالضبط خاصك تهبط دير لي لايك ودير شي كومونتير زوين وتا الاشتراك لما بغيتي تشارك ماشي مشكل. المهم ضروري من لايك وضروري من كومونتير زوين اللي شجعنا على بحال هاد الفيديوهات هادي، حيت صراحه هاد الفيديو هذا متعوب عليه لا في المعلومات لا في المونتاج لا بزاف د الحوايج. رغم انني كما شفتوا في الفيديو كان عندي اختيار انني ندير فيديو ديال التفاهه طوطو وباطمه، ولكن صراحه ما قدرتش. ضروري مع هاد الغلاء الاسعار قلت ضروري ما خصني ندير هاد الفيديو هذا بالضبط. ودابا اسمعني مزيان صديقي، انت اللي اختاريتي تكمل الفيديو، كنتي رب اسره او ديال راسك كتصرف على راسك، راك غادي تحس بخطوره هذا الوضع اللي حنا فيه. عمرنا غادي نرجعوا لوقت 2019 وما قبلها. الوقت ها كتزيد تكفس ومازال السلعه غادي تغلى وغنوليو كما يقول المثل الفرنسي فيفغ بور سورفايف. دابا راك مجبر تعلم كيفيه التدبير المالي، فيق من احلامك الورديه وعيش معنا الواقع. اللهم اذا كان بوك لاباس عليه او انت لاباس عليك فراه مرفوع عليك هذا الكلام. ولكن قبل ما نتطرق لهذا الموضوع اجي نحطك في الصوره باش تفهم شنو واقع. تقرير كارثي من المندوبيه الساميه للتخطيط واللي عنده علاقه بثقه الاسر يخص 3 اشهر الاخيره. تبع معايا 53.5% من الناس المداخيل ديالها قدها قد المصاريف كتجيب الشهر وقد 43.7 كيتسلفوا او كيكملوا من المدخرات ديالهم باش يكملوا الشهر. 2.8 فقط اللي كتقوم بالادخار، ونتمنى تكون منهم صديق. الادخار ما عندوش علاقه واش كتخلص شويه ولا بزاف. اجي دابا نهضروا على الوضع المالي ديال المغاربه. 52.9 كتقول ان 12 شهر اللي فاتوا الوضع المالي ديالهم تدهور للاسوء. 11% كتقول ان غادي دير الادخار في 12 شهر القادم، ان الوقت غتبدل الاحسن. 16.5 وقع عليهم تغيير في الوضع المالي، ما عرفوش واش تبدل الاحسن ولا الاسوء. 89% كتقول انها ما يمكنش ليها الادخار، ورقم كارثي بمعنى انها يا اما كتجيب الشهر قد يا اما كيف ما شرحنا كتسلف باش تكمل الشهر. ارتفاع اثمنه المواد الغذائيه. 99.1% كتقول ان في 12 شهر اللي داز كل شيء غلا وارتفع الاثمنه ديالو. وهنا الناس اللي ما خدامينش او مازال عايشين مع دارهم ما غاديش يحسوا بهذا الفرق هذا، ولكن راه كاين واحد الفرق خطير. لهذا ترفقوا شويه بالاهالي ديالكم. 76.4 كتقول ان الاثمنه المواد الغذائيه مازال غترتفع والمعيشه مازال غتغلى. 2.8% فقط اللي كتقول ان الاثمنه غتقدر تهبط، وحنا عارفين هاد 2.8 شكون هي في هاد البلاد هاد. ونزيدك اللي كيستهلكوا زبده العبار عرفت زياده ب 20 درهم هاد الايام هادي. ثمن البيض، ثمن الزيت البلديه وزيد. والكارثه قرار اللي خرج رفع الدم على قنينات الغاز. هادشي هي البدايه، مازال غادي يبقى الامر غادي بشكل تسلسلي ويقدر يوصل الامر يرتفع الدعم على باقي المواد الغدائيه. وبالاضافه لهادشي اللي هضرنا عليه كامل التضخم في المغرب وصل 8.2. وهاد الانعكاسات التضخميه باش تبقى مستصاله فوق من بعد 23 من بعد 2023. يرفع بنك المغرب سعر الفائدة في البداية. يتوقف الناس والشركات والجميع عن أخذ قروض من الأبناك فتقل الأموال المنتشرة في السوق، وقد يقوم البنك أيضا بتقليل كميات الأموال المطبوعة. وهذه الإحصائية كانت في غشت، يعني راه دازت عليها شهرين ما عرفناش القضية فين وصلت دابا. باش نشرح لكم بطريقة مبسطة شنو هو التضخم. كنتي كتحتاج 2000 درهم تقدر تشري بها كاع السلع اللي غادي تدوز بها الشهر. من يوقع التضخم كيولي خاصك 4000 درهم باش تقدر تشري ديك السلع اللي كنتي كتشريها ب 2000 درهم. وهذا الشيء كيخلي الاسر ذات الدخل الضعيف اللي هما حنا بطبيعه الحال تخلى على شراء بعض المواد اللي هي اساسيه في المعيشه. التضخم ماشي هي مجرد ارتفاع في بعض المواد صديقي، التضخم هو ارتفاع في كل المواد الاساسيه وبصفه مستمره لواحد المده زمنيه تقدر تطول، تقدر تكون لسنوات، بحال اللي واقع الان من 2019 وحنا كنعيشوا ارتفاع الاسعار. والمشكل الكبير اخي، واش خبارك ان اليمن اللي فيها الحروب سجلت نمو اقتصادي اكثر من المغرب 2.8، اما المغرب يلا يقدر يوصل ل 0.8. 0.8. والله الا هادشي كيضحك. كيف كيقول المثل المغربي قوت الهم كتضحك ولكن راه تيبكي. و0.8 نسبه النمو اخوتي المغاربه كتشق منك اليمن. هذا الرقم صديقي خاصك تخلع منه. كنظن بلا ما نحتاج نشرح لك شنو هو الفائده ديال هذا النمو، ولكن لا باس اننا نذكروا به بعجاله. من الاخر النمو هو زياده في السلع، الخدمات وزياده في المدخول الاجمالي للدوله، وهذا الشيء كيعني ان الوضعيه المعيشيه
كتحسن، يعني الفقر كينقص، كتولي تقدر تصرف اكثر وتحصل على سلع، البطاله كتنقص. وبما ان هذا النمو ضعيف فالعكس ديال هادشي اللي ذكرنا هو اللي غادي يوقع. ومع التضخم اللي سبق لينا وهضرنا عليه وغلاء الاسعار، نخليها صديقي المخيله ديالك تخيل الوضع الكارثي اللي حنا فيه. وبالاضافه لهادشي اللي ذكرنا عاوتاني العالم مقبل على ركود اقتصادي خايب، كل الطبقات غادا تضرر منه باستثناء الطبقه الغنيه جدا طبيعه الحال اللي حنا ماشي منهم. التضخم وصل لمرحله خياليه، المواد الغذائيه مازال غيرتفع الثمن ديالها، البطاله غتزيد في كل العالم، دوك الزيادات اللي قالت الحكومه غتزيد راها كتكوي وتبخ، لان الهدف رفع الدعم. البنك الدولي تابع الدول الناميه بشروط مجحفه كتجي في الشعوب للاسف، هما كياخذوا قروض على ظهرنا وكيتبرعوا بها وحنايا كنتحملوا اللوم. اللي وقع الجنيه المصري مثلا كان تدخل مباشر من البنك الدولي في قرار كان خاص يكون من البنك المركزي المصري. الحمد لله اللي عندنا والي البنك المغربي، لانه اظن القليل اللي عارفه والي البنك المغربي وقف بحال الصور ضد القرارات البنك الدولي وكيرفض اي حاجه كتقولها ليه. المهم انت في هذه الظرفيه كفرد من الطبقه الفقيره والمتوسطه او فوق المتوسطه بقليل، شنو خاصك دير او شنو خاصك تعلم او شنو خاصك تخبر والديك يديروا؟ تبع معايا لان هذا الكلام ما غاديش تسمعوا من عند واحد اخر. جمع الفلوس، حاول تنقص من المصاريف ديالك وتجمع فلوس تعاونك مستقبلا. الادخار سيد الموقف، راجع الطريقه اللي كتدير بها فلوس، ماشي ضروري تبدل التليفون ولا التلفازه الا كانوا مازال مزيانين. نقص من الكماليات والحوايج اللي ماشي ضروريه، ما تاخذش كريدي لا من البنك لا من عائلتك او صحابك، ما تشريش دار ولا طوموبيل بالكريدي، ما تتزوجش حاليا الا كنتي مقبل على الزواج، حاول دير بيت الغسيل لان السلع مازال غيرتفع ثمنها. ولو تكون الحكومه مزيانه وبغات تخدم المواطنين راه ما عندها جهد وما عندها ما تدير. ما تفهمنيش غلط، انا ما كندافعش على الحكومه، حنا عارفين الحكومه ديالنا كيف دايره، ولكن في الوضعيه هذه بالضبط راه الوضع كارثي وماشي هي في المغرب. لهذا ولو انها تكون عندها حسن النيه باش تخدم راه ما غادي تقدر دير والو، فما بالك ان الحكومه ديالنا كل القرارات ديالها ضد في الشعب وضد في المواطن وضد في الدرويش مسكين. العالم كامل في ازمه، اللي خدام شي خدمه يشد فيها خصوصا الا كان قديم فيها، اللي عندها الذهب او كميه لا باس بها من الفضه ما تبيعش. احسن ضمان اللي ما كطيحش قيمته في الازمات هو الذهب والفضه. عندك فلوس زايده استثمرها في الذهب من يطيح الثمن ديالو، وشري سبائك صغيره على حساب جهدك وكتكون بورقه ضمان. وتهلا ليا في راسك صديق الدرويش، ونتمنى تدوز هذه الازمه على خير وبخير على الجميع ان شاء الله.